ديالو ناقصه بزاف، من الاحسن انه يلزم البيت ديالو، كيبلغ لكم الحب ديالو والشكر ديالو، كيبلغ لكم التقديرات ديالو لانكم لفت انكم فكرتوا في الدوره الثانيه. هذا شرف لاي فنان. رشيد دائما وابدا تحت الخدمه ديالكم، في ما احتاجيتوه راه في ليكول دائما كيكون معكم. شكرا للحضور ديالكم وشكرا على التكريم. ميرسي. نزيدو نديرو تصفيقات، التصويره كتطلع احسن ملي كيكونوا تصفيقات. وشكرا لهشام الوالي دوك اللي كينوب على الاخ ديالو. شنو ما مشكل؟ ما عندكش افاق انك كتحلم ان تشوف هاد البروجي ديالك يكونوا في التلفزيون؟ يكونوا au niveau national ان شاء الله، وكنتمناو قريبا ان شاء الله نحققوا هذه المشاريع. يساوي عبد الله مؤسس مجموعه المغربيه. الفكره ديال هذا المهرجان بدات من التقاء من مؤسسات ايباك، هي المؤسسه السمعيه البصريه متواجده في مدينه الرباط. حقيقه الفكره جات من عند الطلبه، من عند خريجين هذه المؤسسه اللي كانوا كيشيروا للطاقم ديال المؤسسه بان خص المؤسسه يكون عندها واحد المهرجان. دارت النسخه الاولى في 2018 وكانت واحد النجاح كبير، كان مهرجان وطني، كان واحد النجاح كبير. 2020 كورونا ما دارتش، دابا 2022 دارت النسخه الثانيه دابا في الافتتاح ديالها. وهذه النسخه غادي تعرف يعني واحد المفاجات كبيره. من ضمن المفاجات هو انه كاين عده افلام اللي غتشارك في المسابقه ديال هذا المهرجان، اللي هي افلام دوليه من فرنسا، من عده دول اللي يعني دفعوا الافلام ديالهم، مخرجين دفعوا الافلام ديالهم باش يشاركوا في المهرجان في مقاصد ونقد بنسي. بطبيعه الحال كاين شباب اللي حتى هما دافعوا الافلام ديالهم، كاين مخرجين مغاربه معروفين اللي حتى هما كيشاركوا بالافلام ديالهم. مسألة أخرى غتكون يعني هاد الدورة يكون فيها ورشات يعني أكاديمية اللي غادي يستفد منها الشباب بصفة عامة، وغادي إن شاء الله من خلال هاد الورشات غادي يكونوا يعني دي كونفيرونس ودي سيمينار اللي غادي يستفدوا منهم الناس اللي عندهم ميول للسمعي البصري. ونتمنى الله نكونوا عند حسن الظن، وان شاء الله الدوره الثالثه حنا كنفكروا باش نديروها ان شاء الله هذه السنه، يعني في الاواخر ديال هذه السنه كنفكروا ان شاء الله تكون الدوره الثالثه. وشكرا. واش المهرجان عنده شي دعم من شي هيئه معينه؟ المهرجان ما عنده حتى شي دعم من شي هيئه. المهرجان هو يعني الدعم الوحيد اللي عنده من المؤسسه ديال ايباك والعاملين اللي فيها، والدعم ديال الخريجين وديال الطلبه اللي يعني كيشاركوا في الافلام ديالهم. من غير هذا الشيء ما كاين حتى شي دعم.